ماما المتنمرة او عزيزتي ماما المتنمرة، حضرتك بقيتي شبه الوباء. يعني ايه؟ لان حضرتك بتتنمري قدام اطفالك، واطفالك اتعلموا منك فبيروحوا يتنمروا في المدرسة، واصدقائهم يتعلموا منهم وبيقلدوهم، ويروحوا بيوتهم يتكلموا بنفس الاسلوب اللي اولادك بيتكلموا بيه، ويعلموا اخواتهم، واخواتهم يروحوا المدرسة، وهكذا وهكذا وهكذا. عشان حضرتك بتتنمري. اولا انت بتعملي حاجة حرام، لان دي اسمها غيبة، اسمها ان انت اسمها نميمة، ان انت لما تقعدي تعايبي على ده وتتريقي على ده، وفي الاخر خالص 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 تيجي تقولي لابنك ما تنفعش تعمل كده يا حبيبي، عيب. انت حتى ما بتقولوش حرام. طب انت دلوقتي بتقولي له عيب على اني اساس؟ على اساس العيب اللي انت بتعمليه ده. حضرتك بقيتي وباء. عارفه يعني ايه وباء؟ حضرتك بتنشري الوباء، لان دلوقتي التنمر بقى شبه الوباء. طفل بيعلم طفل، وطفل يعلم طفل، والاساس فاحنا عشان نبدأ ننهي التنمر، وعشان التنمر ينتهي، لازم ابدأ بالام، لان هي الاساس.